احنا في رمضان برحب بحضراتكم في ليلة جديدة ويوم جديد من أيام الشهر الكريم. وإحنا بنتواصل معاكم يوميا في عزومة على الفطار وضيف جديد معانا خلال حلقة اليوم. اسمحوا لي أرحب بضيفنا الكريم دكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والتنمية البشرية. برحب بيك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. وحضرتك طيبة يا أستاذة ريهام، وأهلا بحضرتك وأهلا بكل مستمع راديو جنوب سيناء الأعزاء على قلبي، اللي أنا بسعد جدا إن أنا أبقى متواجد معاهم وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة يعني شهر رمضان المبارك. عاد الله علينا دايما يعني باليمن والبركات. امين يا رب. يمكن يا دكتور النهارده بقى واحنا بنتكلم وبندردش مع حضرتك، هناخد لحضرتك كده لمنعطف اخر بعيد دايما عن كل النصايح الجميله اللي دايما بنستمع ليها من حضرتك خلال فقراتنا ولقاءاتنا بيك في المرات اللي فاتت قبل كده. النهارده بقى هناخد حضرتك في عزومه على الفطار على راديو جنوب سيناء، نتكلم عن الذكريات الرمضانيه وطقوس حضرتك في الشهر الكريم وذكرياتك. يا ترى شكلها ايه مع شهر رمضان؟ ابدا مع دكتور احمد الاول كده واقول له في رمضان يا ترى دكتور احمد بيكون عازم ولا معزوم؟ لا حقيقة أنا كنت قبل كده ببقى عازم ومعزوم أكيد أحيانا، بس أنا عايز أقول إن بقالي يعني فترة يمكن سنتين ثلاثة امم. قليل جدا في قبول العزومات. ليه بقى؟ امم. لان انا لما بروح لحد الباقيين بقوا بيزعلوا، فبالتالي اصبحت ان انا مش قادر اروح، لان انا هفضل طول رمضان في عزومات. طبعا رمضان شهر جميل وشهر بركه وشهر كرم، ولكن برضو انا ببقى عايز اعمل طقوس دينيه في هذا الشهر الكريم اللي هي ما بتتسناش ليا في اي اشهر اخرى. يمكن جميل. العزومات اغلبها بيبقى يعني هياخد من وقت الصلاة، هياخد من وقت التراويح، امم. هيبقى يمكن في أكتر الكلام والتسامر أكتر والكلام ده كله. فبقيت أقول يا جماعة اللي عايز يعزمني او اعزمه خلينا على السحور، يعني ما بقتش قصه الفطار هي الاساسيه بالنسبه لنا، امم. ولكن قلت السحور يمكن يكون بعدنا شويه عن صلاه التراويح وعن صلاه العشاء وعن الوقت اللي الواحد مثلا قبل المغرب وبعد المغرب، ان كل ده بيضيع في العزومه. يمكن كمان احنا صحيح. عندنا في القاهره مشكله ان الطرق والمسافات بعيده جدا. صحيح. ف طب يعني يا دكتور احنا دايما بنقول يعني عزومات رمضان حضرتك قلت بقالك فترة قصيرة، يعني حوالي كام سنة بقيت بتقل من عزومة الفطار. طيب اه زمان لو ارجع بيك شوية كده، ايه اكتر عزومة بتبقى دايما متعلقة في ذهنك ودايما هي كانت افضل عزومة حصلت لك في حياتك؟ هي افضل عزومه هي كانت بتبقى عزومه والدتي ووالدي الله يرحمه، لان هم طبعا مم. متوفيين. لان هم رحمة كانوا الله اول عليه. يوم رمضان مش بيعزمونا احنا بس، بيعزمونا طبعا احنا واسرنا اللي هم انا واخواتي واسرنا، وبيعزموا تمام. معانا الخالات والعمات، وتبقى يعني يمكن كاننا قاعدين في نادي او في قاعه كبيره، قاعه مناسبات. الشقه ما بيبقاش فيها موضع لقدم من كتر ما الناس، ولكن كانت بتبقى افضل عزومه واجمل عزومه ان احنا نلتقي بالعيله كلها في اول يوم. بنلاقي العائله من كل، وهم كمان كانت تقول لهم ممنوع حد، يعني والدتي الله يرحمها ممنوع حد يروح في حته اول يوم رمضان، كلكم معزومين عندي. فدي كانت الله. بتبقى افضل عزومه بالنسبه لنا، وكنا بنستناها وما بنروحش في اي مكان غير في هذا اليوم غير عند والدتي الله يرحمها طبعا. رحمة الله عليهم. طيب عزومات رمضان معروف يعني أكل، دايما كده دايما بنستنى رمضان. معروف في الشعب المصري طبعا إن بيربط رمضان بأكلاته ومشروباته الجميلة. طبعا أكلات معينة عند دكتور أحمد دايما بينتظرها من العام للعام، بيحب إن هو ياكلها تحديدا في رمضان، في اه حاجة طبعا معينة ولا إيه؟ طبعا في حاجات معينه، وان كان الاسعار دلوقتي بقى اكيد على الجميع تبقى صعبه، بس احنا بنقول ان الحاجات اللي انا بحبها في رمضان طبعا الحمام المحشي رز. يمكن ده الحمام مش المحشي فريك، الحمام اللي مم. هو محشي رز دي وجبه مفضله بالنسبه لي في رمضان. اكيد وجبه الشوربه دي الاساسيه دايما على الفطار، بعدها بنصلي المغرب، ثم مم. ده الوجبه اللي انا بحبها دايما الحمام، وممكن كمان احيانا معاها الرز بالخلطه. وكل اللي انا بقول عليه ده انا عارف الناس هتقعد تسمعنا دلوقتي يقول لك المكسرات مش عارف بقت بكام والحاجات بنعرف بقى نقضيها باي حاجه في الوقت الحالي. مش لازم مم. نحط يعني الانواع الغاليه قوي في المكسرات، ممكن حاجات صحيح. بسيطه مم. جدا. على قد الإيد. على مم. قد الايد، والاكله الحمام والكلام ده هتبقى هي مره وخلاص، يعني مش لازم هنقول ان احنا بنقعد بقى كذا مره، عشان احنا برضو بنقول نفسنا في الشهر ده يعني مم. يبقى برضو ايه، في حاجات مختلفة في الأكلات. فإن كان مم. الناس بتقول اللي في ضائقة مادية أو في أسعار غالية أو كده، يعني مم. نحاول إن إحنا نعمل الحاجات دي بأقل الإمكانيات، أو تبقى مرة في الشهر، وبقية الشهر يعني تبقى الحاجات العادية.
جميل قوي. ذكرت لي في بداية حديثك يا دكتور عن طقوس معينة كده خاصة بروحانيات الشهر الكريم طبعا. متعود ان انت تعمل. عايزة بقى اسمع بشيء من التفصيل شوية، ايه طقوسك المعتادة في شهر رمضان من زمان وانت ماشي عليها لحد اليوم؟ رغم كمان ان كمان طبيعة عمل حضرتك يعني دايما بتكون متطلبة ان انت تكون متفرغ في الوقت اكتر، علاقاتك بتبقى اكتر، علاقاتك الاجتماعية واستشاراتك طبعا، فيا ترى بتعرف توفق ده ازاي؟ هقول لحضرتك على حاجه وعايز اقولها، ده سر، يعني مش هيقول هو سر، هو سر وفي نفس الوقت حاجه معلنه. احنا مم. عندنا شهر رمضان في حاجة اسمها ليلة القدر. الليلة دي مم. ربنا عز وجل اختصها وقال دي خير من 1000 شهر. بتيجي فين؟ في العشر مم. الأواخر من رمضان. وبالتالي هي ممكن كمان تيجي في أي ليلة، مش عارفين هتيجي امتى، ولكن يعني تحديدا في العشر الأواخر من رمضان. فأنا مم. عامل طقس لنفسي بقالي سنوات طويلة جدا، وبقول طبعا إن شاء الله أكون أكيد أصبتها كتير، إن أنا أصلي مم. القيام كل الأيام بتاعت رمضان، صلاة التراويح في المسجد مم. اغلب الوقت، مم. يعني ساعات بتبقى في البيت قليل جدا، ولكن في العادي بيبقى في المسجد. ال مم. 30 يوم يبقى اكيد في ال 30 يوم دول في ليله القدر. فبالتالي انا مم. مهتم جدا باول حاجه بصلاه القيام اللي هي بتبقى التراويح اللي هي بعد العشاء. مم. قبل المغرب طبعا بحاول ان انا اقرا من القران ما تيسر، بحيث ان انا اختم يعني كذا مره في خلال الشهر. بيجي كمان جميل. عندي بعد الصلاه، ممكن مم. بقى دي اللي اخد فيها الاستشارات بتاعتي، او لو عندي محاضرات في الوقت الحالي بقى اصبح في محاضرات اونلاين والكلام ده، مم. فبخليها مثلا الفتره اللي بعد التراويح يمكن لحد الساعه 11 او 12. ثم مم. بعد كده ممكن اقيم الليل برضو شويه تاني. ثم بعد كده يعني ايه يبقى السحور والكلام ده، حتى بقى ايه الفجر. دلوقتي يمكن في السنه دي بالذات الفجر يمكن الساعه 5، لو مم. الواحد سهر لحد الفجر مش هيعرف يروح الشغل الصبح كويس، فممكن مم. الواحد صحيح. ينام ويصحى مم. على اذان الفجر يصلي وكده، بحيث ان احنا ان ده شهر يعني يعني بيجي مره واحده في السنه. مم. ربنا عز وجل ادانا فيه نعم كتيره جدا، من ضمنها ان هو بيغفر فيه لعباده اللي ادوا الصيام والقيام والعبادات على اكمل وجه. فبحاول الواحد يعني يجتهد في هذا الشهر اكتر من الشهور الثانيه. وبقول العزومات تبقى يعني موجوده، ولكن مش بكثره قوي زي بقيه الايام. زي ما بقول لحضرتك، لو في بقى يوم دعوه على السحور في حاجه ممكن ايه نشيل الحته، حاجه مم. من بتاعه بالليل، يكون يوم ما عنديش فيه محاضرات، ما عنديش فيه استشارات، ما عنديش حاجه، فممكن ان انا اروح عزومه على السحور او حاجه زي كده. ولكن يمكن كمان دي الطقوس الدينيه. كان عندنا طقوس انا بصراحه النهارده تحديدا اول يوم رمضان شاهدتها في قنوات الحكوميه المصريه بقى، اللي من غير دون ذكر اسماء القنوات المتخصصه، ان مم. هم بيعيدوا لنا الفوازير بتاعت عم فؤاد والحاجات بتاعت بوجي وطمطم. جميل. مم. لقيتها كنت النهارده لسه بتاعت هسأل حضرتك عن ذكرياتك بقى مع الأعمال الفنية والدرامية زمان ودلوقتي، كويس إن حضرتك ذكرتها. مم. هي زمان زي ما اقول لحضرتك، يعني كانت الحاجات دي لقيتها بتتعاد دلوقتي، فانا سعدت جدا بيها اتفرجت عليها النهارده حقيقه مم. العشاء يعني. اه. فبالتالي دي من ضمن الطقوس بتاعتنا، الحاجات اللي هي الفوازير اللي دمها خفيف، او البرامج الكوميديه الجميله اللي كانت فيها برامج الكاميرا الخفيه والحاجات الجميله دي. ثم مم. بعد كده برضو ممكن يبقى الواحد كان في زمان ايام زمان مسلسلات تاريخيه ومسلسلات دينيه، زي مسلسل الفرسان، او المسلسلات اللي زي الشهد والدموع ورأفت مم. الهجان والحاجات دي، كان وليالي الحلميه كان ممكن مم. بتبقى بعروضه في رمضان. فالواحد كان طبعا بيهتم بالفرجه عليها، واصبحت حتى الان موجوده في حياته. مم. السنوات الجديدة أصبح في حاجات مختلفة، يمكن بقالنا كذا سنة عندنا مم. مسلسل مهم بتفرج عليه دايما، الاختيار، لأنه مسلسل وطني وفيه ملحمة كده وبيشجع الشباب، واتكلمت مع حضرتك على فكرة صحيح. عليه في يمكن السنة اللي فاتت أو اللي قبلها. صحيح. مم. اتكلمنا عليه. فما مهتم بيه طبعا ان انا اشاهده. وممكن لو في مسلسل عامل صدى او مسلسل اجتماعي كويس برضو تاني، برضو الواحد بيحاول. ولكن انا برضو عشان اكون صادق ما بقدرش اتابع كل الحلقات، لان انا شفت حضرتك اليوم كم بيبقى كبير مسحوب. طبعا. ما اه. بقدرش اتابع مش كل المسلسلات، لان حتى لو في مسلسل واحد ما بقدرش اتابع حلقاته كلها، يعني بيفوتني صحيح. برضو مم. بعض الحاجات. يمكن بقى دلوقتي ممكن تبقى موجودة على النت اكتر او على مواقع التواصل او كده. ولكن في مم. العادي يعني ايه بحاول اهو، لو في مسلسل محقق صدى بيقولوا لي احيانا بيبقى في حاجات اجتماعيه يقولوا لي ده احنا عايزين نتكلم عليها مثلا في حلقه او كده، ابدا ان انا اتابع المسلسل ده واشوف حلقاته، بحيث ان مم. انا يعني ايه اقدر ان انا لما اجي اتكلم فيها اكون ملم ملم بيه. مم. ملم بيه. فدي الطقوس اللي هي الحاجات البسيطه جدا اللي ممكن مشاهده التلفزيون بسيط، ولكن
في العادي زي ما اقول لحضرتك هو اكتر ناحيه العبادات. وكمان مم. بحاول برضو او نحاول نقول ممارسه الرياضه في رمضان مهمه يا جماعه، علشان الاكل احنا بناكل شويه بنتسحر بالليل متاخر. فبرضه صحيح. بقول ان يبقى عندنا يعني مش كل الايام انما بعض الايام مم. ممارسه رياضه يمكن او المشي، او ممكن بعد صلاه العشاء نتمشى مم. نرجع مشي الطريق مثلا كله يكون المسجد بعيد شويه مم. نتمشاها. نحاول ان احنا مثلا على بعد الفطار على طول او بعديه بشويه صغيرين ان برضه نمارس شويه رياضه بسيطه، لو في جيم قريب لو في حاجه احيانا نقلل شويه من الفطار مم. نمارس شويه الرياضه، ثم نرجع بعد كده بعد صلاه التراويح بقى وكده نقدر ان احنا ناكل حاجه بسيطه. جميل قوي. يعني حقيقة